رمضان أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا زينين ورايقين. تعالوا النهارده نحكيكم على وكلة العظماء، الوكلة اللي جدودنا زمان لما كانوا يعملوها وياكلوها الواحد كان بعد ما يخلص ما يغسلش ايده من كتر اعتزازه وفخر ان هو كل الاكلة دي. عايز كل الجيران تطلع تشم في ريحة ايده ان هو كان عندهم الاكلة دي وان هو كلها النهارده. اكلة نعملوها في المناسبات، في سبوع عريس، سبوع عيل صغير، اي احتفالات واي مناسبات مرتبطة عندنا بالاكلة دي. أكلة تراثية، وأكلة آه، أكلة العمد زي ما نقول، يعني الأكلة دي أكلة العمد عندنا في الصعيد. تعالوا النهارده نحكيكم عليها ونقول لكم على طريقتها بالتفصيل، تطلع معاكي عاد إيه تشين في الدماغ من أول العجينة. بصوا معايا شوية دقيق، بعدين حوالي 2-3 كيلو كده، وعليهن شوية ملح مش أكتر من كده، ومية، واعجني اعجني كويس. أهم حاجة طبعا زي ما انت عارفة في المعجنات إن احنا نعمله إيه، نعجنه كويس، ودي برضه محتاجة إن هي تتملك وتتعجن كويس. يا اخوانا بصوا الأكلة دي تبقى ريحتها طالعة خالص، يعني كده تحسي ليها ريحة ليها شنة ليها شنة ورنة، يعني كده ليها ريحة. يعني الواحد أول ما يعملها كده لا تحس أجواء البيت تختلف، يعني ريحة البيت وأجواء البيت كده والجو العام للبيت هيختلف. المهم بعد ما خلصت العجينة وسبتها ترتاح شوية، بصوا القوام بتاعها يبقى حلو طري وتبقى مالكة كده كويسة. ورحت خدت العدة بتاعتي وعاد إيه حنبدأ. فردت الصينية بتاعته وجبت النشابة وجبت حباية دقيقي وشغلت فرني فوق وتحت، وقلت ايه يا بت ابدأي فطري. هنبدأ نعمل عاد ايه الفطير او الرقاق الناشف اللي هتقولوا عليه، يعني احنا هنقول عليه فطير. تمام. فانا ابدا نمسك عاد ايه نفطر، انا اعمل العجينه صغيره يعني كد البرتقانه كده. يعني لان الفرن بتاعتي صغيره، وعشان نفردها كويس عشان نرققها، يعني عشان تبقى رقيقه خالص كده. فمش هنكبر العجينة يعني عشان نعرف نتحكم فيها. والنشب ده يا اخوانا ليه ناسة يعني مش اي حد يعرف ينشب ولا اي حد يعرف يطلع الفطيرة رهيفة كده وحلوة. انا بين البنين، انا مش خايبة خالص ومش زينة، يعني الى حد ما. بصوا زي ما اقول لك ايه، احمرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم. يعني بتاع الافران بصراحة مش هيعجبني ومش حلو، ولما تتحط عليه السخينة كده يبقى مايع ودايب كده لا مش حلو يعني. فنحب نعمل بتاع البيت، فحاولت يعني تكة تكة كده وبتاع لغاية ما ايه، لغاية ما نحاول نتعلمها شوية بشوية. ف جيت جبت صونيتي هنا وقعدت ايه عاد نفطر شوية شوية، حباية حباية العجينة، بما ان هي ارتاحت يعني بعد ما عجنتها سبتها ارتاحت شوية، فما غلبتنيش في الفرد يعني. ما شاء الله اشتغلت على طول. نفرد بدقيق دقيق على طول، دقيق في كل مكان عشان العجينة ما تلسكش مني، وعشان تتفرد معايا كويس، عشان تترقق معايا كويس. فتلاقوني نغرقها عجينة الناس الخبرة يعني ما شاء الله تبارك الله، لا تلاقيهم ايه لا ما مش هيستخدموا كمية الدقيق دي في الفرد يعني. العجينة مش عارفة ليها طريقة في التحكم، ولكن أنا أن نكتر يعني نكتر دقيق عشان إيه، عشان تتفرد معايا حلو. بصوا خبرة يا عمي سيبكم والله مواضيع حلوة يعني. المهم أنا نحب نفطر على فكرة، يعني نستمتع بالأجواء دي، نحب إننا نعمل فطير وقروص على طول والكلام ده. فجيت المهم هنا يعني إيه، أن نحاول على قد ما نقدر إن أنا نفردها عشان تبقى يعني تدخل الفرن كده تنشف وتبقى حلوة، ما تبقاش رهيفة. أدي فرن الصغنونة الحلوة اللي قاعدة تحت، أن يا دوبها شلت الفطيرة. يعني معايا الفرن الكبيرة التانية اللي فوق دي ما شاء الله تشيل، يعني ممكن تشيل فطيرتين، لكن دي يا دوبها يعني. بصوا الفطيرة تاخدش وقت خالص، أنا مشغلة فوق وتحت خلي بالكم، والحرارة سخنة يعني النار سخنة، فمش هتاخد وقت خالص. أول ما تلاقيها بدأت في الحمير بتاعها يعني نقرشت كده شوية شوية محمرة وبتاع، ابدأ اسحبي على طول وطلعيها، ما تخليهاش تنشف ولا تعصص منه في الفرن. هي أصلا اوريدي مش هتاخد وقت يعني، الرقاق الناشف ده مش هياخد وقت خالص في الفرن. فجيت اشتغلت عاد واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة. بصوا يعني الدقيق اللي أنا عاملاه دي حوالي 2 كيلو، ممكن 2 كيلو ممكن أقل حاجة بسيطة. جاب لي ما شاء الله يمكن 10 فطاير مثلا، يمكن 10 فطاير من الحجم ده. فاللي هو اتغدينا وفاض والباقي عملناه بلبن. يا سلام على الفطير بلبن، لا تقولي لي كورن فليكس ولا تقولي لي أي حاجة من الحاجات دي، ولا أم علي ولا بتاع، لا حاجة تانية.
جيت بقى للمكون الثاني والاساس اللي هي السخينه، دي عباره عن كميه بصل، عاد كتري بصل قد ما انت عايزه. دي كميه بصل ما تستويش الا في السمنه البلدي، في الزبده الفلاحي. تحطي لها كميه سمنه بلدي حلوه كده وايه. هنا انا البصل مقطعاه كبير لان ده بصل جديد وينزل ميته، فلما جاء يعني اول ما جاء استوى ما عملش يعني، ما داب، ما قعدش. جيت بعد ما البصلة استوت وحمرت معايا نجيب الشوربة بتاعت اللحمة. هنا كنت مطيبة لحمة، وبعد ما استوت ناخد من الشوربة بتاعتها ونحط على البصلة. تمام، تحط الكمية اللي انت عايزاها والكمية اللي حتكفيكي، يعني اللي حتكفيك. بس اهم حاجه تتاكد ان البصله احمرت واستوت معاكي ودابت وبقت ايه، بقت حلوه. ما تخليش البصله نص سوا، ولا تخلي البصله، لا، بصله الفطير لازم تحمر يعني، تحمر خالص خالص. بصوا، على قد ما هي اكله سهله خالص، اكله سهله جدا يعني، على قد ما هي اكله المواسم. أكلة المواسم فعلا، واللي هو يعني إيه، عارفة لو في حد جيرانكم متوفي ولا حد بيت، ما ينفعش الأكلة دي تتعمل. الأكلة دي فرحة فما ينفعش تعمل فطير بسخينة لما يكون حد ميت ولا حد بتاع، يعني عيب، حاجة عيب إن أنت تعملي فطير بسخينة. تمام، فجيت قعدت نزودها شوربة ونقلب فيها، نزودها ونقلب فيها وتسيبيها تاخد لها غلوة على النار بالشوربة بالبصل. وبعدين تظبط الملح بتاعها وتحطي لها توابل. اهم حاجه في التوابل الفلفل الاسود، اهم حاجه يعني. بصي، لو ما عندكيش فلفل اسود ما تعمليش فطير بسخينه، امانه يعني. ده عاد ايه، ده عاد سحن الفته، ده كله ده سحن، خلي بالكم. طبق كبير 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 عائلي، طبق عائلي. بصوا، الفطير ما يبقاش حلو الا في الطبق ده يعني، هو معمول مخصوص له. جيت بعدين تفتيه كله كده، تكسريه وتقسميه كله في الطبق ده كله قد ما هتاكلوا يعني، قد الكميه اللي هتاكلوها. بصوا، ده اكله رئيسيه واكله واحده، ما يتعملش اي اكل جنبيها. و... وكله ياكل في طبق واحد. هي حلاوتها انه كله ياكل في طبق واحد، ما حدش ياكل ده لنفسه وده لنفسه، لا، كله ياكل في نفس الطبق. فبعد ما فتتيه وظبطيه وعدلتيه، ابدا ايه عاد سقيه بالشوربة البصل اللي انت عاملاها دي، عاد هي بتوري الريحة. لا سيبك، انا شم ريحة دلوقتي ايه. لا يعني ما شاء الله تبارك الله، ريحته يا اخوانا لا هتوديكي في حتة تانية. وتبقى يعني محمرة اللحمة في السمنة البلدي. بصوا، ما يتعملش على اي حاجة يعني، ما يتعملش على فراخ مثلا او على حمام او على بتاع، لا، يحب حاجة دسمة. تعمليه على بط، تعمليه على مسكوفي، تعمليه على لحمة، تعمليه على حاجة لازم تكون دسمة وتكون شربتها حلوة وشربتها دسمة يعني. عشان إيه؟ لأن هي أكلة دسمة، أكلة تشتهي يعني، تاكليها تدفيكي. فلازم تعمليها إيه، تعمليها على حاجة دسمة وحاجة كويسة. هنا بعد ما تسقيه وتتأكد إن المية أو الشوربة وصلت لكل الفطير، كل البتاع. أنا هنا قعدت نسقي عشان ما نقعدوش جايين قاعدين هاتوا شوربة هاتوا شوربة. فإيه، سقيتها كويس بالمرة. وعاد ايه، وتجيب المعالق والناس هتنزل بايديها، الناس مش محدش هيستنى المعالق، الناس هتنزل بايديها وتاكل عدو بألف هنا وشفا. وبصوا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة ونوروني واعملوا لي لايك، قولي لي انت من وين. يلا، السلام عليكم.